في توقيت غير مناسب تماما. وكيل حسام عبد المجيد يؤكد اهتمام أوروبي بضم حسام عبد المجيد، يعني في توقيت غير مناسب إطلاقا. والزمالك في عنق الزجاجة في نهاية الموسم، قدامنا 5 ماتشات في بطولة الدوري أو أقل ونحسم بطولة الدوري إن شاء الله. قدامنا ماتشين في الكونفدرالية ونحسم بطولة الكونفدرالية إن شاء الله. وفي هذا التوقيت العصيب والزمالك بيمر في عنق الزجاجة، بيخرج وكيل اللاعب حسام عبد المجيد وهو أخوه إسلام عبد المجيد في تصريح غاية في الغرابة، ويتكلم عن اهتمام أوروبي بضم اللاعب خلال الموسم القادم من نادي الزمالك. اسلام عبد المجيد هو شقيق اللاعب ووكيله في نفس الوقت، اتكلم عن وجود اهتمام اوروبي زي ما بقول لحضراتكم، واكد ان نادي ويست بروميتش الانجليزي بالاضافه الى نادي اندرلخت البلجيكي ضمن ابرز الانديه التي تتابع اللاعب حاليا. حسام عبد المجيد لو حضراتكم مش عارفين بينتهي تعاقده مع الزمالك بنهايه الموسم القادم. وكيل اللاعب خلال تصريحاته أكد أنه تم عقد جلسة مع ممثلي الناديين للاستماع إلى تفاصيل العروض المقدمة في ظل رغبة الطرفين في ضم اللاعب بعد تألقه اللافت مؤخرا مع الزمالك. وشهدت الأيام الماضية دخول ويست بروميتش وأندرلخت في سباق التعاقد مع حسام عبد المجيد، حيث أجرى الناديان استفسارات مبدئية حول موقفه مع الزمالك وإمكانية احترافه بداية من الموسم القادم. مصادر مقربة أيضا من اللاعب أكدت أن حسام عبد المجيد يفضل تأجيل مناقشة أي عروض احترافية في الوقت الحالي لحين الانتهاء من مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم القادمة. وطبعا إدارة نادي الزمالك علقت على هذه الأخبار، وخصوصا حول تعليق أخو اللاعب ووكيله بشأن اهتمام نادي ويست بروميتش الإنجليزي ونادي أندرلخت باللاعب. أكد المصدر من داخل إدارة النادي أن الإدارة بترفض تماما مناقشة أي عروض تتعلق بمدافع الزمالك حسام عبد المجيد خلال الفترة الحالية، والأولوية زي ما قلنا لحضراتكم هي الحفاظ على تركيز الفريق خلال المنافسات الجارية حتى نهاية الموسم. وأوضح المصدر أن حسام عبد المجيد يعد من الركائز الأساسية داخل الفريق، ولن يتم مناقشة أي كلام يخص رحيله الآن، مشيرا إلى أن فكرة رحيل اللاعب أو دراسة العروض المقدمة له ليست مطروحة في هذه المرحلة، خاصة مع أهمية دور اللاعب في خط دفاع الزمالك. وأضاف المصدر من داخل الإدارة أن إدارة القلعة البيضاء قررت تأجيل فتح ملف الاحتراف والعروض الخارجية للاعبين إلى بعد ما نهاية الموسم.